السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد ديال الشعريه، السفه بالشعريه. هنا خديت كيلو ديال الشعريه، بطبيعه الحال تكون نوع مزيان. درت معاها كاس ديال الزيت العاديه، تقريبا ما عمرش كاس، وعينيكم ميزانكم. كتبقاو تكبوا زيت على داك الشعريه، وكتحاولوا تبسبسوها مزيان بيديكم حتى كندخلوا داك الزيت فيها كامله، يعني كل حبه خصها تقص تقريبا بالزيت مزيان. وهانتوما شوفوا معايا الطريقه كيفاش. في هذه المرحله حنا ديجا درنا الكسكاس يسخن، درنا الماء في الكسكاس وخليناه غطيناه وخليناه كيجمع الفوار. من بعد جبنا الكسكاس ديالنا وحطينا فيه داك الشعريه، صافي كنخليوها كتفور تقريبا واحد 20 دقيقه على ما كيزيد الماء يسخن مزيان، وعلى ما كتفور التفوره الاولى. من بعد كنجيبو داك الماء اللي تفورات فيه، كنخويو عليه داك الشعريه اللي كانت في الكسكاس، وكنخليوها فيه واحد المده قصيره، واحد 5 دقائق هكا. من بعد كنصفيوها وكنرجعوها للقصعه ديالها. فاش كنصفيوها البنات ضروري كنرجعو نخويو عليها شويه الماء بارد، عاد كنرجعو نحطوها في القصعه. صافي هنا غادي نديرو عليها شويه المليحه، عاوتاني غادي نديرو لها شويه ديال الزيت الروميه، وغادي نحاولوا نبسبسوها عاوتاني مزيان بداك الزيت. طبيعه الحال هنا راها سخونه ما قدرتش عليها، استعملت غير المغرفه، ولكن فاش تبدا شي شويه كتدفى ضروري غادي نستعمل يديا باش نبسبسها. نحاولوا نفسخو داك الشعريه ما تبقاش ملاصقه مع بعضياتها، يعني هاد الطريقه هذه كتخليها توجد بسرعه كبيره. هانتوما شوفوا معايا من بعد ما بردات شويه، رجعت حبه ما لاصقاش في حبه، رجعت حبه بحبه معزوله. شوفوا كيفاش دارت، صراحه كتجي بنينه البنات بزاف. نتمنىكم تجربوا هاد الطريقه، وكنرجعوها المره الثانيه للكسكاس كتفور، يعني 2 تفويرات كافيين مع الطريقه اللي درناها في الماء غالي مغلي. حيت نورمالمون الناس اغلبيه راه كيبقاو يديروا 6 7 ديال التفويرات وبحال كطيب، يعني كطيب مده قصيره. هانتوما شوف كي جايه، رجعناها للكسكاس تفور عاوتاني. هنايا البنات غادي ندير معكم الحليب المركز المكتف، غادي نديرو غير بيديا. درت نص لتر د الحليب، درت معاه 2 كيسان ديال سنيده، وغادي نحركوه مزيان، وغادي نديروه فوق البوطه يطيب. وشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي يطيب، يعني كيطيح شويه اقتصادي على انك تشريه، وما ما كيكفيش، انا كيعطي شويه كميه كبيره. صافي كنديروه فوق البوطه تقريبا كيدي لنا 40 دقيقه ديال الطياب. يدك ويتحرك، هو كيطيب وانت كتحركي. فاش يبغي يفيض نقصي البوطه عاوتاني يرجع عادي، جهدي البوطه وانت غاديه معاه. انت كتشوفي كيفاش كيبغي يفيض. ها نتوما كنبقاو على داك الطريقه حتى كيتبدل اللون ديالو، كيرجع كراميل. اللون ديالو كيرجع كراميليزي شي شويه، المهم ذهبي حتى تيعقد. 40 دقيقه غير حيدوه، واخا تشوفوه باقي جاري راه غير تحيدوه غيقصح. هنايا انا كان عندي واحد المعلقه د الكراميل ما درتش الفيديو، راه زدتها معاه. شوفوا كيفاش جا، كيجي خاطر زوين. كنزيدو على الشعريه من بعد ما طابت طبيعه الحال، كنخلطوه معاه مزيان. طبيعه الحال اللوز هو صوبناه نقيناه سلقناه وقشرناه وقليناه وهرمشناه شي شويه. هنا من بعد ما تعلكت الشعريه بالكراميل بالنسبه لي كما كتشوفوا، صافي دابا غادي نديرو طبق التقديم. كنديروا الشعريه، طبقه ديال الشعريه، ومن بعد غادي نحطو فوق منها
واحد شويه د اللوز مهرمش من فوق الشعريه. ها هو بس غادي نديرو الطبقه الثانيه ديال الشعريه. الناس كاين اللي كيبغي يديرها مدفونه بالدجاج، كيطيب الدجاج بوحديتو، كيقطعو طرف صغر وكيطيبو، كتجي معمره بالدجاج من الداخل. فهاد الساعه بغينا غير هكا. مره اخرى نشارك معكم كيفاش كتجي بالدجاج، حتى هي كتجي بنينه بزاف الصراحه. كتجي داك الطيبه د الحلوه مع الملحه مع المالح. صافي هي البنات كنزوقوها بشويه د القرفه، كنديروا ليها شويه ديال سنيده، وكتقدم بالصحه والراحه. كتجي زوينه الصراحه. نتمنىكم تجربوا هذه الطريقه، لحقاش طريقه سهله وكتوجد في مده قصيره، خصوصا الا كان عندك نستلي واجد، يعني كنت شريتيه ولا وجدتيه من قبل. انا هنايا كنت وجدته حتى لداك الوقيته بوقتها. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، ونشارك معكم ان شاء الله مره واحده اخرى بزاف ديال الشهيوات كاينين مازال نشارك معكم.